أخبار المنتخب المغربي في أبرز العناوين. الكاف تفاجئ المغاربة بقرار صادم. رحيمي وجها لوجه أمام بونو في نصف نهائي أبطال آسيا. الاتحاد المصري يفاجئ محمد الشيبي بشأن قضية حسين الشحات. قبل المرور للتفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد رياضي. حقق نادي الباير ليفركوزن رسميا بطولة الدوري الألماني عقب انتصاره الأخير على فيردر بريمن قبل 5 جولات على نهاية الموسم الحالي من البوندسليغا الألمانية. ويعد لقب الدوري هو الأول لباير ليفركوزن في تاريخه بعدما ظفر سابقا بكأس ألمانيا وبالدوري الأوروبي. وجهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مراسلة إلى الدولي المغربي محمد الشيبي المحترف في صفوف بيراميدز المصري تدعوه من خلالها لحضور جلسة التحقيق على خلفية أزمته مع الحسين الشحات لاعب الأهلي في الموسم الماضي. وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن سبورت المصرية فإن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابا إلى مسؤول نادي البيراميدز يطلب فيه استدعاء محمد الشيبي لجلسة تحقيق أمام لجنة الانضباط بعد لجوئه للقضاء المدني في أزمته مع الشحات. يستضيف العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي الثلاثاء القادم في ذهاب الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب من دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في مواجهة تضع لاعب المنتخب المغربي سفيان الرحيمي وجها لوجه أمام زميله في المنتخب ياسين بونو حارس مرمى الهلال. أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تغيير حكم مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نهضة بركان والاتحاد العاصمة الجزائري التي ستقام يوم الأحد 21 أبريل على أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر. ووفقا للقرار تم تعيين الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه حكما رئيسيا للمباراة بدلا من مواطنه دهان بيدا. وكان من المقرر في البداية أن يقود المباراة الحكم الموريتاني دهان بيدا، لكن تم تغيير ذلك دون الكشف عن أسباب التغيير. يشار إلى أن لقاء الذهاب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة يعد ذا أهمية كبيرة في تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز على أرضه لخلق أفضلية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في المغرب.